سعداء اليوم السبت 31 دجنبر 2022 أن ننظم على مستوى كلية الحقوق بجامعة سيدي محمد عبد الله بفاس بشراكة وتعاون مع مختبر الدراسات السياسية والقانون العام ندوة وطنية حول الحوار الاجتماعي بالمغرب، الحصيلة والآفاق. ندوة كما لاحظتم تحاول أن تقف بقراءات موضوعية على مستوى الموضوع بمختلف الكفاءات الموجودة على المستوى الوطني لمناقشة الأدوار التي يتم القيام بها في بلدنا من أجل تكريس الحوار الاجتماعي. نؤكد من خلال هذه الندوة بأنها كانت فرصة للوقوف على الحصيلة، وهي حصيلة متميزة على المستوى الوطني بتوجيهات ملكية سامية في محطات مختلفة حول الحاجة لمأسسة الحوار الاجتماعي والمفاوضات الاجتماعية على المستوى الوطني، وبأدوار لمختلف المؤسسات الدستورية على المستوى الوطني. إذا اليوم ندوة اليوم هي فرصة متميزة مع نهاية سنة 2022 وفي أفق مطلع سنة 2023 لمناقشة حصيلة الحوار الاجتماعي وحصيلة التدخل الاجتماعي على المستوى الوطني، على الرغم من مختلف الإكراهات المتعددة اللي عرفتها بلدنا كما عرفتها مختلف بلدان العالم، خاصة مع محطة كوفيد 19 وما خلفته من أثر كبير جدا على المستوى الاقتصادي، لكن بفضل الحكمة المولوية الكريمة وبفضل المجهودات الكبرى التي تم القيام بها من طرف مختلف المتدخلين والفاعلين السياسيين المؤسساتيين الاقتصاديين لكي تظل بلادنا قادرة على مواجهة مختلف تلك التحديات. واليوم الندوة الوطنية الغاية ديالها هو البحث في الآفاق الممكنة على المستوى الوطني في سياق ما يسمى بالجيل الجديد من منظومات الحوار الاجتماعي اللي تعتمد بشكل أساس التوجيهات الملكية السامية وتأخذ بعين الاعتبار رهانات التنمية وخاصة النموذج التنموي الجديد وآراء مختلف الفاعلين خاصة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على المستوى الوطني، واستحضار مختلف المعايير الدولية المرتبطة بالحوار الاجتماعي. إذا اليوم جامعة سيدي محمد عبد الله بفاس كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية من خلال مختبر الدراسات السياسية والقانون العام ومن خلال مختلف الشركاء الحاضرين معنا اليوم، شركاء في مختلف الهياكل والهيئات يناقشون بنوع من الموضوعية ونوع من رؤى الهادفة بشكل أساس للمساهمة كجامعة في فتح النقاشات وفي تقديم التصورات التي من شأنها أن تجعل بلادنا دائما كما قلت وأؤكد وأعيد بلادنا دائما متقدمة في مختلف الأوراش المفتوحة، ولا يخفى عليكم أنها أوراش عديدة سواء على مستوى تعميم الحماية الصحية والرعاية الصحية أو على مستوى المجال الاقتصادي أو على مستوى التكافل الاجتماعي أو على مستويات متعددة. هي تحديات كبرى، لكن نحن على يقين على أن الإرادة المولوية الكريمة وأيضا التوجهات التي اعتمدت على مستوى السياسات العمومية الغاية ديالها هو أن نرتقي بمخرجات الحوار الاجتماعي وأن نرتقي بنتائج هذا الحوار الاجتماعي لكي يكون له أثر إيجابي ومباشر على مختلف المواطنين بالمملكة المغربية. ببساطة سيدي هو أن حينما يكون هناك حب لهذا البلد، وأعتقد أن حب هذا البلد ويعبر عنه كل المغاربة في كل المجالات. خليني نذكر أن في هذا الشهر المبارك والشهر اللي قبل منه كأس العالم لكرة القدم أبانت على واحد الالتحام متميز للمغاربة سواء داخل المغرب أو خارج المغرب، وأبان اللاعبون على مستوى عالي من الحس الرياضي والأخلاقي والمواطناتي، وهذا هو الشيء الجميل اللي زدنا أكدنا عليه كاملين كمغاربة. طبعا وراء القائد ديالنا والملكنا الهمام اللي بهذه المناسبة كنتمنوا له الصحة والسلامة والعافية والتميز والتألق وسنة ميلادية جديدة متميزة. ليس هناك أي سر، فقط هناك إرادة حقيقية عميقة من طرف الجميع. أنا كنت نحظى بشرف أن أكون عميد كلية علوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة سيدي محمد عبد الله بفاس، لكن هذه الإرادة موجودة لدى كل الفاعلين مقدمتهم سيد رئيس الجامعة
مختلف ممثلي الأساتذة في مختلف الهياكل، مجلس الجامعة، مجالس الكليات، مختلف المسؤولين، بالإضافة بالطبع الأساتذة اللي كيشكلوا العمود الفقري لكل المؤسسات في الجامعة والعمود الفقري داخل كلية الحقوق، وبالموازاة مع الأساتذة الموظفين والإداريين والعاملين والتقنيين والأعوان كيبذلوا واحد المجهود متميز. هذا الثنائي أجمل ما موجود في الإرادة ديالو الإيجابية على مستوى المؤسسة هو وجود طلبة من المستوى العالي اللي كنفتخروا بهم في كل المحطات. طلبة بانت من خلال القاعة، من خلال المدرج، حضور مكثف للطلبة ديالنا الباحثين على مستوى الدكتوراه وعلى مستوى الماجستير، علما على أننا احنا كنعيشوا مرحلة ما قبل عملية تقييم البيداغوجية اللي غتنطلق يوم 4 يناير. فلو لم يكن الطلبة ديالنا منشغلين في الاستعداد للامتحانات لكانوا حاضرين معنا، وهي فرصة لكي نتمنى لهم جميعا سنة ميلادية سعيدة وحظ موفق إن شاء الله بحول الله، لأن يكون هناك تميز على مستوى عملية تقييم بيداغوجية.